خليني أسألك سؤال. لو قلت لك إنك ممكن توصل للعظمة وقمة نجاحك في الحياة، بس بشرط إنك تضحي بكل الحاجات اللي أنت بتحبها مهما كانت، هل أنت كنت هتوافق؟ وده اللي هنعرفه في فيلم ويبلاش النهاردة. بس قبل ما نبدأ، لايك وسبسكرايب وشير وكمل الفيديو للآخر عشان تعرف الحكاية وحرفيا هتستمتع. بداية الفيلم هنلاقي بطلنا في آخر الليل بيقعد يتمرن على الدرامز والكاميرا بتقرب عليه واحدة واحدة، وفجأة بيوقف عزفه لما يلاقي فليتشر الأقرع جه فجأة وبيعتذر أندرو. لكن فليتشر قال له لا خليك قاعد، وقال له اسمك إيه؟ قال له أندرو، ويقول له في سنة كام؟ ويقول له سنة أولى، ويقول له أنت عارف إن أنا بدور على لعيبة صح؟ يقول له آه. فيقول له طب وقفت ليه؟ ما تكمل عزف. يقوم أندرو مكمل عزف شوية وبعدين يوقف، فيقول له ممكن تعزف تاني؟ وقفت ليه؟ وطبعا مش عايز أقول لكم إن الأقرع ده بيشتم كتير في الفيلم، مش عايز أقول الشتائم كلها حرفيا. يقوم أندرو مكمل عزف والراجل يقلع له الجاكيت ويمشيه على النوتة، ويقوم رافع ايده مجمدها ويقول له لا ضاعف الايقاع وكمل عزف. وبعدين يقول له اسرع اسرع، واندرو يكمل فعلا وبيسرع في العزف، ولكن بيلاقي فليتشر ساب المكان ومشي. وبعدين فليتشر يقوم راجع تاني يقول له اصل نسيت الجاكيت طيب ماشي ويمشي. وطبعا هنلاحظ حاجه مهمه جدا في الفيلم، ان الالوان في الفيلم رايحه للونين مهمين جدا، اللون الاخضر واللون الاصفر. الاخضر بيعكس الفشل والاحباط، والاصفر بيعكس الطموح والشغف، لاننا عارفين طبعا ان المخرج دامين شازيل، وبالمناسبه ده اللي برضه اخرج فيلم لا لا لاند، بيهتم الالوان جدا، هو بيهتم دايما بالالوان بتاعته في الافلام. واندرو يكون خلص التمرين ويروح للسينما، ونلاقي ان الضوء اصفر. ليه؟ عشان الشغف، البنت اللي هو معجب بيها، بس هو مش بيتكلم معاها. ويخش يقعد مع باباه في السينما ويقول لابنه عملت ايه، ويقول له الاوضاع مش احسن حاجه. وطبعا الاب اصلا مش مهتم ان ابنه يكون عازف، وهنلاحظ كده قدام، انت حتى هتلاحظ ان الاب اصلا مش مديله اي رياكشن ولا مهتم. بعد كده اندرو يروح التمرين، وبنشوف ان كل واحد بيحضر ادواته اللي هيعزفوا عليها، والمدرب ده يدخل عليهم يقول لهم صباح الخير، ولكن محدش يرد. يقوم قايل لهم تاني صباح الخير لحد ما يردوا عليه. وبعدين بدأوا يتمرنوا على العزف، وإذ فجأة فليتشر الأقرع يدخل وكله انتباه. يعني شوف الفرق ما بين فليتشر والفرق ما بين المدرب اللي كان بيدربهم، يعني في الاحترام هنا. وفجأة يخلي كل واحد يعزف عشان يشوف مين احسن، وفي الاخر هنلاقي فليتشر اختار اندرو، لانه في بداية الفيلم عرفه على الايقاع فلقاه يجي منه فاختاره. طبعا الولد مذهول وخايف من الرهبة، ويقول له يجي بكرة الساعة 6 الصبح. وبعدين نلاقي اندرو راح السينما ويتكلم مع البنت اللي هو معجب بيها، وبيقول لها انه حابب يخرج معاها في يوم من الايام وكده يعني. وتروح هي تقول له من فضلك امشي من هنا، وهو يقول لها انا اسف مش قصدي وبتاع. بعدين تقول له انا كنت بهزر معاك يا عم، الله في ايه يعني. ويكون روح ونام، والساعة تكون 6 ويجري على القاع، ولكن يكتشف ان الميعاد المفروض كان الساعه 9. يعني الاقرع ضحك عليه في الاخر وجابه بدري 3 ساعات، وهو كان بيستناهم راح نايم على نفسه لحد ما كله يتجمع. ونشوفهم بقى بالجم خلاص ويجهزوا ادواتهم ومعداتهم عشان يعزفوا عليها، ونلاقي الاقرع دخل كله انتباه كانهم في الجيش فعلا. يعني يا اخي ايه الرعب ده. المهم يقعدوا يعزفوا لحد ما في واحد خرج عن الايقاع، ويقول نعيد تاني، وبعدين يعيدوا تاني، بعدين يقول لا ده في بجد فعلا حد خارج عن الايقاع، انا ودني سليمه. ويروح لكل اللي بيعزفوا يجرب واحد واحد يعزف، لحد ما في الاخر يوصل لواحد ويقول له انت شايف نفسك خارج عن الايقاع؟ والولد يقول له اه، وهو مليان دموع. فيقول له وهنا بقى انا حسيت نفسي مكان الولد من الرعب فعلا. وفي الاخر الولد يخرج، وبعدين فليتشر نلاقيه قال بعد ما الولد ده ما يخرج ان هو ما كانش خارج عن الايقاع ولا حاجه، ده كان انت يا فلان. بس ده كان اسوأ، ان هو ما يعرفش اصلا انه خارج عن الايقاع ولا لا. وبعدين يقول لهم ياخدوا 10 دقايق راحه وهنرجع للطبال البديل اللي هو اندرو، طبعا الطبال الجديد وكده. وبعدين اندرو يقعد يتمرن على النوتات والايقاع، ونلاقي فليتشر بيقول له حد في عيلتك موسيقار؟ يقول له لا. ويسال ابوك شغال ايه؟ يقول له في مدرسه ثانوي. وامه يقوم قال ان امه سابت البيت لما كان طفل وما يعرفش عنها حاجه. وهنا بقى يا ريته ما قال فعلا. وبعدين فليتشر يقول له كل حاجه هتبقى تمام وما تخافش وكده. ندخل نلاقي الاضواء صفرة، ليه؟ عشان الطموح، الولد داخل على هدف. وفليتشر يقول لاندرو اعمل اللي تقدر عليه، ويبداوا عزف وحلو وشغال. ونلاقيه فجاه يرفع ايده ويقول له لا مش ده اللي انا عايزه تاني، ويلا يبدا عزف. يقول له هدي الايقاع شويه، يعزف تاني، يقول له لا انت كده سرعت. وهنلاقي البطل من التوتر وهو كل شويه بيعيد، قبل ما حتى فليتشر يقول له انه يبدا هو بيبدا، يعني من كتر التوتر هو بيبدا قبليه. وفجاه يخليه يعزف يا اخي، وبعدين يقوم حادف عليه الكرسي. وهنا بقى هنشوف الغضب اللي في وشه، ويقول له كنت بتسرع ولا بتبطأ؟ فاندرو يقول له معرفش. يقول له لا انت اكيد عارف، ويجيله ويقول له عد من 1 ل4. يقوم عدد من 1 ل4 ويلطشه بسرعه. قال له انا كنت كده سريع ولا بطيء؟ قال له مش عارف. قال له عد تاني 1 2 3 4 ويديله 1 2 3 4. يقول له انا كنت كده سريع ولا بطيء؟ قال له سريع. وبعدين الاقيه بيعيط، وطبعا الراجل بيقول له انت بتعيط بقى وبتاع، طبعا عشان امك سابتك طبعا وانت صغير. فهنا بقى يا ريته ما كان قال اصلا من الاول ان مامته كانت سابته وهو صغير. وبعد كده هيروح اندرو متضايق لدرجه ان هو مش بيرد على التليفون اول ما يروح البيت، ويكون مكتئب. وبعدين نلاقيه بيطبع كل النوتات
ويتمرن عليها ويعزل نفسه في الاوضه ويتمرن اكتر واكتر لدرجه ان ايده بتتعور ويروح يلزق ايده ويكمل عزف. ودي البدايه من اجل التضحيه. وبعد كده نلاقيه بيقضي وقت حلو مع البنت ويتكلموا مع بعض ويقول لها على شغفه انه عايز يكون حاجه كبيره وعظيمه، وهي اصلا مش عارفه هي عايزه ايه او ايه هدفها من الحياه. وبعدين نلاقيه راح الحفله اللي هيعزفوا فيها والكل بيستعد ويعزفوا كله تمام، ويجي البريك ونلاقي الطبال الرئيسي بيدي لاندرو الملف وبيقول له امسك الملف خليه معاك وهجي لك اخده منك تاني. ويروح اندرو سايب الملف على الكرسي علشان يشتري، وواقف شويه وبعدين الراجل يقول له فين الملف وما لاقيهوش، ويزعق له ويقول له انت ازاي غبي كده ودور عليه، لحد ما يوصل له لفليتشر ويقول له ان اندرو ضيع الملف، ويقول له ان الملف ده مسؤوليتك انت تديه لاندرو ليه، اطلع للمسرح واعزف. ويقول له لا انه مش هيعرف لانه عنده مشكله طبيه في التذكر وما بيقدرش يفتكر النوتات كويس الا بالملف. وهنا بطلنا ما صدق ياخد الفرصه بتاعته يقول له انا اللي هقدر اعزف. ففليتشر يقول له انت عارف الويبلاش؟ يقول له اه عارف كل نوته فيها كويس انا حافظها. ويقوموا طالعين على المسرح ويعزفوا والموضوع يعدي على خير وياخدوا المركز الاول. وبعد كده تاني يوم اندرو يروح القاعه ويلاقي واحد يقول له اوعى تضيع الملف بتاعي، على اساس ان اندرو كان متعمد ان هو يضيع الملف بتاع الطبال الرئيسي عشان ياخد الدور. والطبال الاساسي بيقول له ما تلمسش الطبل بتاعي وهو كله حقد. وفليتشر يدخل ويقول للطبال انت بتعمل ايه هنا؟ انا ما عنديش وقت البدلاء، وسع من هنا خلي اندرو هو اللي يعزف. واندرو فرح فشخ من ده. وفليتشر قال له ما تنساش تبقى تقلب الصفحات لنيمي. وطبعا يعني دي لوحدها ضايقته فشخ. بعد كده ابوه بيساله عملت ايه وقال له ان هو الحظ لعب معاه وبقى الطبال الاساسي للفرقه. وابوه اصلا هنشوفه ان هو مش مهتم حتى في التجمع العائلي وهم بياكلوا محدش مهتم بيه اصلا، لكن كانوا مهتمين بولاد عمه لدرجه ان ابوه بيشجعهم ومش بيشجع ابنه. ودي حاجه ضايقت اندرو جدا. وهم قاعدين بياكلوا قام سايب لهم الاكل وماشي، ونلاقيه بيقعد يتمرن اكتر واكتر. ودي تاني نقطه في التضحيه. وفجاه وهم ماشيين الاقرع فليتشر بيقول لاندرو ان في واحد هو جابه ومعاه في الفرقه. الشخص ده بقى يا معلم يبقى صاحبه في الاول ويخلي كل واحد فيهم يعزف ايقاع معين، ويبدا اندرو يعزف ويقول له لا وقف مش نفس الايقاع اللي انا عايزه، ويخلي الولد الجديد يعزف وفعلا يعزفها صح. وطبعا اندرو يكون متعصب جامد لان هو بيبقى عايز يكون الطبال الرئيسي. وطبعا اندرو بيبقى متعصب جامد وعايز يروح لفليتشر، وراح له قال له ان هو عايز يبقى الطبال الرئيسي وان هو قادر ان هو يستحق اللقطه دهيت، ويقول له لو انت عايزها اكسبها. وطبعا اندرو يكون متعصب ويمشي ويقعد مع البنت اللي يعرفه يقول لها انه مش هينفع يكملوا مع بعض علشان هو عايز يكون واحد من العظماء عشان هي شغله تفكيره وبتشتته. وهنا بقى هنلاقي دي ثالث جزء من التضحيه من اجل الوصول فعلا. ويروح البيت يعزف ويتمرن وايده فيها دم ويغرق ايده في التلج، ونشوف ان وشه بعد كده مليان حقد. وفليتشر يدخل عليهم ويخليهم يعزفوا، وهوب يقول للولد الجديد انه لا مش نفس الايقاع بتاعي. وهنا بقى هنلاقي البطل بتاعنا بيبتسم لانه هياخد الدور ويعزف، لا برضه مش نفس الايقاع. يخلوا الطبال الرئيسي هو اللي يعزف، لا ارجع الولد الجديد، لا اندرو، لا ارجع الطبال الرئيسي، لا لا لا. وخلى الفرقه تاخد بريك لحد ما واحد فيهم يعرف الايقاع عدل في الطبل، ويفضل معاهم طول الوقت ومفيش فايده. كل واحد فيهم بيعزف ومفيش راجل جوه معاهم مش سايبهم لحد ما يجي دور اندرو ويقول له اظن انك انت المفروض تكسب اللقطه دي بقى. واندرو يبدا العزف ويقول له اسرع كمل، ويكسر الطبل ويقول له اسرع، ويفضل يزن فيه لحد ما في الاخر يقدر يعملها وكله تمام. ويدخل بقيه الفرقه بعد ما قعدوا بره 5 ساعات يا راجل انت متخيل، ويخلصوا ويروح البطل مش مصدق نفسه بعد التعب ده، وبيكون في الاتوبيس عشان يروح الحفله تاني يوم اللي هيعزفوا فيها. بس العجل بتاع الاتوبيس اتخرم وهو بدا يتاخر، فيروح يأجر عربيه عشان مفيش تاكسيات في الشارع ويروح الحفله. ومن هنا فليتشر يقول له انت خلاص مش هتلعب وجاي متاخر، ده احنا هنطلع المسرح خلاص، وبعدين مفيش عازف بيجي من غير العصيان بتاعته. وقال له انه هيجي على طول. طب يا اخي فيها ايه لو استعملوا عصيان حد تاني؟ التناكه دي يقرا. ويروح ياخد العصيان بتوعه اللي نساهم، بعدين يجري بالعربيه بتاعته وقيس فجاه يعمل حادثه يا راجل، ومصر يقوم يكمل ويروح. وهنا بقى الجزء الرابع من التضحيه، يضحي باي حاجه علشان يوصل للهدف بتاعه، ويدخل لدرجه ان الفرقه بتاعته مستغربه ايه اللي جرالك يا ابني. فليتشر الاقرع اتخض قدامه، الولد مش شايف قدامه والعصيان تقع منه لحد ما خلاص تروح عليه. والاقرع يوقف لعبه ويقول لاندرو انت انتهيت ويعتذر للجمهور، لكن اندرو ينفجر ويقوم يضرب فليتشر وجاب اخره منه، والناس بيبعدوه عنه. ويروح لدكتوره نفسيه يشتكي لها عن الموضوع وعملوا بلاغ ضد فليتشر. ولاقي اندرو بيتفرج على نفسه لما كان صغير ومتاثر قوي بنفسه لما كان شغوف بالحاجه اللي هو كان بيحبها، ونلاقيه بيرمي كل حاجاته ويفك الدرامز ويشيلها ويشتغل شغلانه عاديه جدا وعايش حياته زي الفل. ونلاقيه بينزل يتمشى شويه ويلاقي دعايه لحفله جاز. وخمن كده معايا، خمن كده يا راجل مين بقى بيعزف فيها؟ خمن. ايوه هو فليتشر الاقرع. ويدخل يلاقي فليتشر بيعزف وقعد يتفرج عليه، ولما خلص لا اندرو كان بيتفرج عليه
عليه. ولما اندرو حاول ان هو يمشي بس طبعا كانت الدنيا زحمه شويه، ففليتشر لحقه وبعدين قعدوا مع بعض شويه، ويقول لاندرو انه اتفصل من الكليه بتاعته لان جاله بلاغات ضده. وطبعا اندرو كان بيضحك. بعدين فليتشر قام قايل له ان هم هيعزفوا بالفرقه بتاعته على المسرح في مسابقه، ايه رايك لو تحب تيجي ونعزف الويبلاش زي الاول؟ طبعا اندرو قال له هفكر واقول لك، وفليتشر يقول له ماشي، وهو يرجع يركب الدرامز ويبدا يتمرن عليها تاني، ونروح للحفله وكل الناس حاضره حتى ابوه. وفليتشر بيقول لهم كل الناس المهمه والتقيله حاضره، فدي فرصتكم تكونوا حاجه ويطلعوا على المسرح. والاقرع يقول له انت فكرني غبي، انا عارف انك انت اللي بلغت عني وانك سبب في طردي من الكليه. وطبعا الاجواء متوتره بقى، ونلاقي فليتشر بيقول لهم ان هم هيعزفوا اب سوينج. طبعا اندرو اتخض لان هم اتفقوا ان هم هيعزفوا الويبلاش، انت جاي تقول لي ان احنا هنعزف ويبلاش؟ وطبعا الراجل كان قاصد علشان هو عايز ينتقم من اندرو ومن اللي هو عمله فيه. ويبتدوا العزف اب سوينج ده، وطبعا اندرو مش بيبقى عارف اي حاجه وبيقعد يهبل على الطبله عشان هو مش عارف الايقاع بيقول ايه، لدرجه حتى ان هو بيدور على النوته مش لاقيها اصلا عشان فليتشر كان قاصد. اخر بعد ما يهبل واي كلام كده، وفي الاخر اللعب خلاص يوقف، وفليتشر يقول له اندرو انت انتهيت اصلا، انت مالكش فيها اصلا، امشي بقى من هنا. وطبعا اندرو يطلع لباباه طبعا وهو مليان دموع، ولكن قرر اندرو ان هو لا هيرجع يكمل تاني. رجع يقعد، بعدين فليتشر استغرب ده جاي يعمل ايه، فبعدين جاي يكلم الجمهور. قام اندرو بدا العزف لوحده وبدون اي مقدمات، لدرجه ان اللي حواليه مستغربين انت بتعمل ايه يا ابني. بعدين وهو بيعزف قام قايل للولد اللي جنبه ان هو هيديله اشاره ان هو هيعزفوا الكرفان، فهو طبعا قال له ان دي الكرفان، وبداوا يعزفوا مع بعض. وطبعا فليتشر الاقرع عشان كسفته اضطر ان هو يكمل معاهم زي ما هم كده، ويكمل معاهم يلوح بايده وكده، وفضل شغال معاه. وطبعا اندرو بيبقى جواه نظره ان هو انه عايز يثبت نفسه. وطبعا بيعزفوا الكرفان اللي هي كانت شغاله اصلا في بدايه الفيلم اللي كان البطل بتاعنا كان بيعزفها. وطبعا الاقرع من كسوفه كمل معاه، وطبعا نظرته لاندرو كلها حقد وغضب، ويكملوا عزف قشطه وزي الفل ويوقف، لكن اندرو مكمل عزف ومش بيوقف. والاقرع يقول له انت بتعمل ايه، ويقول له هرشدك دلوقتي. فعلا يكمل معاه لدرجه ان هو اصلا كمان بيخترع نوتات جديده ويكمل عزف، ويفضلوا مكملين مع بعض. وبتيجي واحده من اهم اللقطات فعلا بالنسبه لي، يفضل مكمل عزف والكادر كده من بعيد لدرجه ان ابوه مصدوم من ابنه ومن اللي هو وصل له. لا 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 لا، دي كانت حاجه جامده قوي يا جماعه الفيلم ده، انصحكم تشوفوه. والنهايه بتخلص في الاخر بكل سعاده لانه قدر يوصل للحاجه اللي هو عايزها بعد كميه التضحيات اللي هو مر بيها في حياته. وبس كده، دي كانت نهايه الحلقه. ولو عجبتك الحلقه لايك سبسكرايب وشير، واستناك الحلقه الجايه ان شاء الله.